السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم البنات. هذا النهار بغيت ندير معكم كيكة باردة بالحامض والتفاح. يعني درتها على 3 ديال المراحل، يعني غير تبعوا الفيديو غادي تشوفوا واحد الكيكة باردة كتجي روعة، كتجيب المذاق حامض. المقادير هنا درت معكم 3 د البيضات، انا عندي 3 د البيضات بلديين، درت 3 وهما صغارين، يعني لو كان كبارين كنت درت غير 2. نتوما الا عندكم غير البيض عادي وكبارين 2 حبات بركه، 2 حبات كبارين. المهم درت 2 حبات 3 د الحبات ديال البيض، وكاس ديال سنيده، وواحد شويه د الملحه، وعندي هنا كاس ديال الزيت، وواحد الحبه ديال الحامض عصرتها ودرتها في الكاس وعمرت عليها الماء، يعني كاس عندي عامر فيه الحامض والماء، وداك القشور ديالها حكيتهم راني دايرهم هنا. وعندي هنا في هاد الزليفه عندي فيها الكوفيتير، 2 المعالق كبارين ديال الكوفيتير، والكاس ديال الزيت. المهم راني ضفت البيض والسكر وزدت الكاس ديال الزيت. الكيكه كتجي ساهله، يعني ما فيهاش المقادير بزاف، ولكن فيها داك المراحل، يعني باش ديري تفاح وباش ديري الكريمه ديال الحامض. المهم درتها 3 المراحل، غير تبعوا الفيديو راه ماشي طويل بزاف. دابا غادي نزيد الكوفيتير، راهم 2 معالق كبارين ديال الكوفيتير. انا عندي هذا الكوفيتير مصاوبه في الدار ديال التشين، يعني التشين والحامض كيتواتاو مع بعضياتهم. والخميره راني دايره غير وحده، غير خماره وحده. المهم كنخلط داك الخليط وعاد كنزيد داك الكاس ديال الحامض، كيجي المذاق روعه. المهم جات ديك الكيكه جات واعره، فيها الريحه ديال الحامض، جات واعره. المهم نتوما في بلاصه الحامض تقدروا ديروا التشين، ماشي مشكل. المهم انا قطعت الفيديو خلطتها مزيان، راه حتى بياض لي الخليط عاد باش زدت الدقيق. المهم نتوما خلطوها بالميكسور ولا خلطوا في الخلاط، باي خلاط بغيتو تخلطوا، ولا بيديكم كما بغيتو. المهم انا خلطت غير بيديا، خلطت حتى بياض الخليط. المهم دابا الدقيق كنديرو غير على حساب الخليط، يعني ملي كنشوفوا الخليط يعني ولا مزيان ديال الكيكه صافي ما كنزيدوش الدقيق. المهم خويت داك الخماره ونخلط مزيان ونشوف عيني ميزاني ديال الدقيق. المهم كنديرها في هذاك المول اللي كيقولوا عليه مول العجيب، كنديرها في هذاك المول، يعني باش تجي لي داك الحفيرات، كتجي داك الحفره كنعمرها بالكريمه وعاد ندير فوق منها التفاح. المهم صافي راني خلطت الخليط، راني نوري لكم المول. درت في هذا المول، هذا المول العجيب اللي فيه داك الحفره، راني دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، يعني كنت موجداه. صافي دابا كنصب داك الخليط. المهم خليط ديال الكيكه عاديه وصافي، كل وحده تعرف دير الكيكه. المهم انا غير وريتكم المراحل وصافي. المهم كندخلوها الفران، انا كنشعل لها من التحت حتى كطيب، وكنشعل لها عاود من الفوق واحد دقيقه باش كتحمر من الفوق وصافي. راه ما كتلصقش في المول، كتجي يعني متماسكه. كنخليها تبرد شويه، عاد كنقلبها في الطبسيل. راكم تشوفوا داك الحفره. انا داك الجناب راني زوقتهم بالسكر كلاصي، درت عليهم السكر كلاصي باش جات هكاك من الجناب بيضه. يعني نتوما غبروها شويه بالسكر كلاصي باش كتجي عاطيه المنظر. هنا راني درت كاس ديال الحامض، كاس ديال الحامض، يعني غير الحامض عصرته وعمرت كاس، وكاس ديال الماء بوحدو. زدت هنا السكر 4 المعالق كبارين ديال السكر، نتوما السكر على حسب الذوق. عندي هنايا النشا، عندي 4 المعالق ديال النشا، 4 كبارين.
وواحد الحبه ديال القشور ديال الحامض. واحد الحامضه كانت عندي خضره ودرت داك لي زاس ديالها حكيتها. المهم وراني زدت كاس خور ديال الماء، يعني ما كفانيش، يعني زدت كاس خور، بغيت باش الكريمه تجي لي شويه، باش تجي لي زايده، باش تكفيني يعني. المهم درت 2 كيسان ديال الماء وكاس ديال الحامض. نتوما ديروا التوازن يعني في الاخر داك المقادير. المهم كديروه على البوطه، كتخلطوه على البارد مزيان، عاد كديروه على البوطه، كديروه على البوطه ما يديكم في الخلاط، يعني ما تغفلوش عليها باش ما تلصق. المهم كتبقاو تحركوا حتى كتبقى تطبخ هكا، دير داك الفقاعات، عاد كتحيدوها فوق البوطه حتى كتخليها تبرد واحد شويه. كنبقى نخلط فيها فوق البوطاجي هكا حتى كتبرد لي شويه، عاد كنخويها في المول فوق الكيكه عفوا. المهم كنخويها فوق داك الكيكه، راكم تشوفوا كتجي عاقده، والمذاق ديالها يا سلام كيجي روعه. داك المذاق ديال الحامض اللي تعجبو الحامض. هاد الطريقه هذه تقدروا ديروا بها، ديروا حتى يعني في عوض العصير د الحامض ديروا العصير ديال البرتقال. المهم ها راهم عندي 2 تفاحات، راني نوري لكم، يعني غادي ندير 2 تفاحات وغادي نقيهم وعاد نرجع معكم. راني نقيتهم وغادي نقطعهم وغادي نستفهم فوق هذيك الكريمه، يعني التستيف ديال التفاح الطريقه اللي بغيتو نتوما. المهم راني عصرت عليه الحامض باش ما كيكحل داك التفاح. كتقطعوا هكاك طرونشيات بحال هكا، سنانف، يعني سنانف رقاقين باش كتجي في الماكله، كتجي سهله يعني مزيانه في الماكله. المهم كتستف. المهم انا غير وريت لكم، يعني راه غتجي بالتفاح. كانت طريقه نتوما ديروا اللي بغيتوا الطريقه. المهم انا راه استفتو بهذا الشكل هذا، جات روعه. وكديريها في الثلاجه واحد 4 سوايع ولا 2 سوايع على حساب اللي بغيتوا نتوما. المهم انا وجدتها بكري وكليناها في العشيه. المهم كتجي بهذه الطريقه هذه، كتجي روعه. جربوها بهذه الطريقه وغادي تجي روعه يا سلام. المهم التفاح والحامض كيجي